تخيل انك تسوي بوت ذكاء اصطناعي على برنامج انستغرام خاص بيك، ناس تكتب له كلام وهو يرسمه بصورة حقيقية، مو بس تستخدمه، انت تسويه بنفسك. وهذا البوت مو بس للمبرمجين، يعني تقدر تسوي بوتك الخاص حتى لو كنت ما تعرف معنى كلمة برمجة اصلا. لا، وما وقفت هنا، تقدر تسوي بوت انستغرام فكرتك الخاصة مهما كانت، يعني مثلا تريد يعلم الناس على البرمجة، على التصميم، على التقنية الى اخره، وبثواني بس. قبل لا أبدأ الفيديو، هواي منكم أعرف راح يسألون إنه شلون نشارك هذا البوت، شلون نوصله للناس. أولاً هو راح يوصل من حاله لإنستغرام، راح يقترحه للناس. ثاني شيء تقدر تضيفه بالبايو، تقدر تشاركه بالستوري، بالخاص، بأي مكان. شوف الطريقة باختصار إنك تدخل على هذه العلامة مثل ما شوفنا هاي البوتات اللي أنا سويتها. المهم تدخل على كلمة كريت، وهنا تكتب فكرة البوت اللي أنت تريدها، وعادي تكتبها باللغة العربية، مثلا بوت إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي، أو بوت يرد على الناس مثلا باللهجة العراقية ويعلمهم الطبخ مثلا. تكتب له كل التفاصيل بيدك 1000 حرف. فهذه يمك. أنا راح أجرب مثلا بوت إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. دس تالي. شوف راح يوديك على هذه الخانة. أول خانة بيها اسم البوت، ثاني خانة وصف البوت، ثالث خانة فكرة البوت وشنو عمله بالضبط، وهاي اللي انت تكتبها. اما صورة انستغرام ما متاح انه تخليها من الاستوديو، لازم انت تكتب للذكاء الاصطناعي عنوان البوت مالتك وهو يحوله صورة. مثلا انت خلنا نمسح هذه، مثلا بوتك يعلم الناس على البرمجة، تكتب كلمة برمجة. طبعا تقدر توصف للصورة مثل ما تحب، راح يسوي لك اياها. المهم تستن. شوف عندك خيارات هذه اللي كلك البوت يظهر المنو بس الكلوز اللي عندك لو لكل الناس أو بس إلك. هو الأفضل إنه تخليها أنا بس لكل الناس. تيجي على إعدادات، أول خانة تكتب الرسالة الترحيبية اللي من مستخدم يدخل بوتك تطلع له، وإذا خليتها فارغة البوت نفسه راح يقترحها من حاله. يعني هذه 3 خانات تكتب اقتراحات 3 للمستخدم يخليهن أول ما يدخل للبوت. تمام. هذه الخانة تكتب لبوتك طريقة تعامله ويا الناس وشنو اللي يقدمه باختصار، مثل إنه تقول له احكي باللهجة العراقية وعلم الناس مثلا عن لغة بايثون إذا كان بوتك مكتوب برمجة مثلا. هنا تعلم البوت مالتك شلون يحكي ويا الناس وشون اللي يقوله بشغلات معينة. يعني مثلا إنه من شخص تقول له، من شخص يسألك شلون تعلم لغة بايثون، تنطيه انت حوار، مثلا تقول له انه ادخل قناة اليوتيوب وانصحك بهذا وهذا وهذا اليوتيوبر مثلا، او بهذا الكورس وبهذا الكورس. انت اذا خليت هذه البوتك راح يتميز شوية انه يكون ادق تفاصيله. اما هذه الخيارات هذا وهذا اعتقد واضحات، انه هذا يقول لك انه هل البوت مسموح له يسوي صور بالذكاء الاصطناعي. مثلا انت سويت بوت على البرمجة، المستخدم يقول له مثلا سوي لي صورة PC مثلا، راح يسويها ببساطة. إذا طفيتها البوت يعتذر منه، يقول أنا ما أسوي صور. أما الخانة الأخيرة اللي هي ظهور البوت بالبحث، وببساطة إنه واضحة كلش وبس. بس تالي هاي صار بوتنا جاهز. طبعا تقدر تعرف إحصائيات البوت وكل شيء خاص بالبوت من هذه اللائحة هنا. مثلا أنا بوتي بآخر 90 يوم جاب لي 9756 رسالة. وإذا لو كانت أكو أفكار أقوى ببالك خاصة بوت الانستغرام، ممكن تجيب أعلى من هاي الأرقام، ممكن توصل حتى للملايين. وأي شخص يدخل للبوت راح يلقي حسابك جوا البوت ويقدر يطلب له ببساطة.